بكم، ويسعدني اللقاء مع الأستاذ مصطفى الشاعر الصحفي بالأخبار ومدير موقع رؤيا 4 ميديا إلكتروني ورئيس تحرير جريدة جورنال. أهلا بحضرتك معانا ومنورنا النهارده. أهلا بيك ويا يعني رب. كنا نتمنى نتقابل في ظروف أفضل من كده، ولكن إن شاء الله تمر هذه الظروف بإذن الله على خير. اللهم آمين. هتمر بإذن الله. إحنا مر على مصر أكتر من كده بكتير إن شاء الله. أنا عايز أقول وأفكر مشاهدينا الأستاذ مصطفى الشاعر من مصابي ثورة 25 يناير 2011، وكانت بالتحديد الإصابة يوم 28 يناير، وحصل على جائزة أحسن مدون على الإنترنت فترة الثورة. الكلام ده صح؟ تمام. تمام. مذاكر. سريعا كده تقول يعني. الحقيقة يعني لا أبحث عن مجد شخصي، يعني هو الموضوع يمكن الأحداث اللي جارية دلوقتي بتخلي الواحد ما يتكلمش في حاجات كتير، بس هو وأنا في الأول خالص يعني بعد ما عملنا الصفحة بتاعتنا وإن إحنا قلنا إن إحنا هننزل على فكرة قبل ثورة تونس، عشان في ناس فاهمة الموضوع غلط. الصفحة بتاعتنا اتدشنت وقلنا إن إحنا نازلين 25 في يوم عيد الشرطة، لأن الزعل كله في البداية كان من الشرطة، ما كانش على النظام، وكانت الشرطة مش شايفة واجبها تمام. لكن لما نزلنا يوم 25 نزلت اغطي الاحداث الطبيعيه بتاعت اي كاعلامي يعني، وكاميرتي معايا دايما باخد الصوره وانزل الخبر، لان انت عارف النت دلوقتي بقى يعني نص صوره، ما ينفعش ان انا اكتب صوره ارشيفيه ف يعني المتظاهرين في جانب والشرطه في جانب اخر، وانا كنت بصور من وجهتين النظر، يعني مين بيحدف مين بايه، والصوره اللي حبيت اخدها من النص كانت هي اللي قضت عليا يعني. فاتحدف عليا قنبله مسيله دموع كانت فاسده يعني، فهي جات لي في عدسه الكاميرا وانا بصور، فانا خدت الخير كله بقى اللي هو الطالع، وحاجه نزلت على دماغي برغم ان انا ما كانش في حاجه يعني خالص. هو ده اللي انا حسيت، كل اللي انا حسيته ان انا بعمله ان انا شلت الميموري بتاعت الكاميرا بتاعتي حطيتها في جيبي، وانا بتهاوى وبس وخلاص، ما حسيتش غير في المستشفى. الإصابة كانت في الراس. لسه معلمه لغايه دلوقتي يعني لسه لغايه دلوقتي ليها، فما حسيتش يعني، او يومين او 3 ايام فاتوا انا يعني بره الموضوع خالص، مش عارف ايه اللي حصل. فلما فقت يعني ناس جابوني من غير بطاقه، من غير كاميرا، من غير ورق، من غير اي حاجه خالص يعني. واحد مصاب، وكان وقتها اللي بيخش ما بيطلعش، يعني اللي كان يدخل المستشفى ما يطلعش، يفضل مقبوض عليه، اللي كانوا بيودينا المستشفيات اللي تبع الدوله يعني، فيفضل مقبوض عليه جوه. ولما عرفوا ان انا صحفي يعني، فالولاد كانوا سايبين الكارنيه بس في اللي هم. اذا كان يقبض عليه يعني يتم التعرف على شخصيته؟ لا، كان يقبض عليه. ما هو احنا الثوره اول ما بدات نزلوا بس الشباب اللي دعوه الفيسبوك فقط، قبض عليهم في الصباح يعني يوم الثلاث يوم 25 اتقبض علينا الصبح. وبعدين هم كانوا فاكرين 100 او 200 واحد اللي هينزلوا المظاهره يعني، فلقوا انه بعد ما اتقبض علينا بقى 100,000 موجودين، وبعدين تاني يوم بقوا مليون. فالعمليه كترت لان هم كانوا غير مجهزين ان هم يمسكوا او يعملوا خطه المليون، فحصلت يعني الكلاش اللي حصل ده هو ده اللي حصل. وقعدنا 18 يوم دول يعني من غير سلاح، من غير مولوتوف، من غير اي حاجه، من غير تخريب، عشان لو حد قال ان هم دول الثوار اللي في الميدان النهارده، بقول له لا، مش هم دول الثوار، مش هم. في ناس مدسوسه حواليهم، وفي ناس لا يمكن مهما احنا كنا منفجرين يعني كنا مكبوتين من زمان، لا يمكن انفجارنا يبقى على مصر بالمنظر ده، استحاله. المهم طلعت من المستشفى، وانا طالع على الباب لقيت بنات واقفين ما اعرفهمش، قالوا لي ان احنا خفنا نسلم الكاميرا بتاعتك وخفنا نسلم المتعلقات يعني، فسيبنا بس الكارنيه بتاع حضرتك. فات سنتين سريعا على احداث 25 2011. نعم. ومرنا بظروف كثيره، من خلال رؤيه الصحفي الامور طبعا بتختلف كثيرا. نعم. يعني وصلنا لهذا اليوم، الاحتفاليه المفروض يعني تكون يعني البعض يراها بشكل والبعض يراها بشكل اخر. نعم. ماذا ترى الأحداث اليوم بعد احتفال سنتين؟ وهل كنت موجود النهاردة في هذه الأحداث لمتابعة عملك؟ ناخد من الآخر يعني. أنا كنت موجود طبعا في الأحداث بتاعت النهاردة، وطلعنا من القائد إبراهيم في مسيرة هتوصل لغاية سيدي جابر، وكان في مسيرة طالعة من شرق المدينة هنتقابلوا في سيدي جابر كلنا مع بعض. ولو ان كان ليا تحفظ على سيدي جابر، لما قلت لهم يا جماعه سيدي جابر، احنا الاول كنا بنروح سيدي جابر علشان العسكر هم اللي كانوا بيحكمونا، فاحنا كانت منطقه سيدي جابر في المنطقه الشماليه العسكريه، فبالتالي كنا احنا بننزل هناك
علشان يعني مش عايزين حكم العسكر. فانا شايف ان سيدي جابر دلوقتي بقت منطقه يعني ملهاش اي رمز ان احنا ننزلها يعني، ملهاش عوزه خالص خالص. فالمهم اتفقوا على كده وخلاص. واحنا ماشيين وصلنا بقى لمجلس الشعب المحلي في قدام المطافي محطه الرمل. شوف بقى دول الناس اللي ظهروا دول بقى ما كانوش معانا، يعني ما كانوش ماشيين معانا الناس دول. وقفوا قدام المجلس الشعب المحلي وولعوا كاوتش وورق فجأة. فطبعا اتولعت وبدأ يترمي على المولوتوف على العساكر اللي كانت موجودة واقفة هناك. طبعا ما بدأش أي عسكري شرطة للأمانة بالضرب، أو ما بدأش أي عسكري شرطة إنه يعمل أي حاجة خطأ إلا بعد لما رموا عليه الورق ده. فبدأ عملية الكر والفر بدأت من أول ما هم بدأوا يحدفوا على أي حد. ما احنا مش عارفين اللي جايين دول مع الناس اللي ولعت ولا ما ولعوش. بدأوا يحدفوا على دول، اللي ولعوا دول انضموا للشباب اللي جاي من بعيد. الشباب شافوهم بيجروا، ما شافوش انا كنت واقف فوق بقى، انا وصلت فوق عشان اصور وهم داخلين لسه. نعم تلقط صور يعني. نعم دي عملك. لكن لقيت انا صورت على فكره الشباب دول، يعني انا صورت الشباب اللي هم ولعوا في الاول دول خالص، وانا بقولها وتحت امر مدير امن اسكندريه لو هو عايز الصور دي. يعني انا من خلال البرنامج انا لو هو عايز الصور دي انا تحت امره، وموجود الشباب. جريوا الشباب دول انضموا للشباب اللي هم موجودين. طبعا الشباب لما جم لقوا شباب صغير 17 18 19 سنه فخدوهم. فبداوا الشباب اللي دخل ده يحدف طوب على الامن. فبدا الموضوع من اول هنا. يعني الكلام ده حصل في 5 دقائق بالظبط، يعني زي ما يكون موضوع مدروس بالظبط. هو ده اللي حصل النهارده. الجزء الثاني يمكن. طب بعد اذنك هناخد الزميله منى عبد السلام مدير مكتب جريدة الاسبوع في الاسكندريه. طيب خط قطع. طيب هنتابع ان شاء الله. اتفضل استاذ مصطفى. وبعدين الجزء الثاني يعني من الموضوع، خلال العامين اللي هم جروا بسرعه، هم ما جروش بسرعه الحقيقه، هم كانوا ماشيين ببطء شديد. لكن انا دايما يعني شايف ان في امل. وانا شغلتي كاعلامي او شغلي كاعلامي لما بقعد يعني دايما بفرش والاعلام يمكن يعني من الطبيعي ان يكون حيادي دائما. يعني هناك الرأي والرأي الآخر يعني بيسمع من وجهة نظر الطرفين. أنا في الوقت الحالي بقى أحيي التلفزيون اللي كان بيقال عنه تلفزيون الدولة، لأنه إعلاميين فاهمين شغلهم كويس جدا، وفهمين يعني إيه زي ما حضرتك قلت كده بالظبط الحيادية. هو ده الميثاق الإعلامي. لا مفيش ميثاق دلوقتي. حضرتك بيطلع يقول انزلوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، انزلوا شوفوا، انزلوا سرقوا، انزلوا. واحد بيشتم امبارح، واحد طلع بيقول انه اوباما هو اللي عمل اعصار تسونامي. ده كلام يعني برضه احنا مش ما هي دي الشائعات طلع يقول الكلام ده اللي دايما بتعمل هي دي المشاكل. زي ما احنا يمكن لسه حضرتك وانت معانا قلت ان في اشاعه طالعه ان تلفزيون اسكندريه محاصر، وهذا الكلام ليس له اساس من الصحه. يعني انا جيت ودخلت والامور يعني ما فيش اي مشكله. ما كلنا دخلنا وحذروني برضه وانا رايح، قال لي خلي بالك عشان التلفزيون محاصر. قلت لهم متعود على كده. وضيوفنا كلهم النهارده كده نفس ليكي. ونرجع تاني للاستاذ مصطفى الشاعر الصحفي بالاخبار ومدير موقع رؤيا فور ميديا الكتروني. بس انا عايز اضيف للزميله منى انه وزاره الصحه اعلنت منذ قليل ان المصابين 119 مصاب. منذ قليل قد ايه تقريبا؟ يعني من حوالي ساعه. لان هي قالت من ساعتين 45. فيبقى انا اقرب الى الصواب. مش عارفين يعني بقى انه طبعا الاقرب يعني انا 119 ده وزاره الاعلام، وزاره الصحه اعلنت اعلان رسمي ان 119 مصاب. كان تقريبا لغايه الساعه 8:30 كده كانوا. ممكن هي تكون في مكان الحدث يعني مش متابع. لا طبعا ده اكيد الواحد في مكان الحدث شايف اصابات كتير، بس ما بيقدرش يعدهم، لانه خصوصا كمان المراسلين الفتيات بيبقوا قلبهم ضعيف شويه. يعني تبص تلاقي بتبقى زعلانه على الشخص وبتفضل متابعاه لغايه ما يروح، وبتنسى شويه ان هي هتعمل مداخله او حاجه. برضو موضوع العربية سكاي نيوز او الزميله المراسله اللي تحرشوا بيها برضو استكمالا لكلامنا انه لا يمكن يكونوا دول الثوار، استحاله طبعا. انا عايز اقول انه خلال فتره حكم الدكتور مرسي انا شايف انه هناك تقصير وهناك يعني رؤيه جيده. يعني التقصير موجود انه الدكتور مرسي وجوده في الشارع قليل، مش مع الناس، وكانوا موجودين بشكل طبيعي. وانا كان يعني كنت كاتب مقالة بنفس المفهوم ده، انه وجوده في الشارع قليل جدا. لكن تعال نقول
انه النهارده لاول مره في مصر منذ عهد السادات يبقى عندنا 9 مليون ونص طن قمح اكتفاء ذاتي لينا احنا اللي زارعينه ما استوردناش من بره. انا شايف ان دي حاجه ايجابيه لازم احنا نبص، يعني مش هنبص على كل السلبيات ونسيب. انا عايز اقول انه ارض النوبه اللي كان عليها مشاكل من الستينيات ايام عبد الناصر النهارده بدات تملك للنوبيين 3 فدادين، ومنعوا بيع الاراضي، يعني هيملك للنوبي بس بيع الاراضي ما فيش، ما حدش هيشتري. انا شايف انه في خطوات بدات في المعاشات، في زياده المعاشات، لكن يعني هو برضو حتى لما بيقول القول بتاعه يقول لك من قال ان مصر افلست فهو المفلس. ما هو تعالى يعني نتكلم في حوار ابسط من كده، عشان الراجل الفقير عايز الرغيف، عايز العيش، عايز ياكل، المواطن عايز يحس، يمكن قصدك تقول يعني احنا لما نحسبها بالمنطق اللي هو بيحسبها بيه، لا مصر عندها موارد فمش هتفلس. احنا عارفين كويس قوي ان هي عندها قناه السويس، وحتى دخل السياحه لو 20% كويس، وعندنا دخل، وعندنا احتياطي استراتيجي، عندنا 15 مليار احتياطي استراتيجي، عندنا فلوسنا بندفعها او الديون بتاعتنا بندفعها بانتظام، فاحنا الموضوع بعيد وله طمأنة من الناس. ولكن نفس الاسلوب القديم في التأخير، يعني من 3 ساعات بالظبط وقالوا انه في بيان هيخرج من الرئاسة بعد قليل. بعد قليل ده تفاجئ انه هو الساعة 12. فالتأخير ده بيعمل بلبلة في الشارع، بيبقى المواطن ماشي مش عارف هو الكلام اللي اتقال ده صح ولا غلط، ومش عارفين. طب دلوقتي صدر بيان قبل ما ناجي وانا مش عارف صحته ايه، يعني انا لا اجزم انه القناه طلع. حضرتك شفت بنفسك اللي فيه بيان صدر؟ شفت قريت هذه المعلومه، يعني انه اتاجلت المحاكمه، مش هتبقى بكره 26. محدش يملك النهارده يقول تم تاجيل المحاكمه. لا، تم تاجيل المحاكمه، ده كلام اتقال، يعني ده كلام اتقال من مستشار الرئيس على احدى القنوات الفضائيه. قالوا انه تم عشان امن مصر والموضوع كبير هتتم تاجيل المحاكمه غدا. اتنفى على فكره من تمام. انا بقول لحضرتك احنا في حاجه انه لما حد يطلع ما يسيبش بقى الامور للشائعات بالمنظر ده. تبص تلاقي الشائعه، يعني احنا اتفقنا ان احنا عايشين في جو من الشائعات، وهو ده اللي بيسبب او بيكتر من المشاكل. واحنا متفقين في هذا الموضوع، ومنذ البدايه برضو باكد تاني عشان فرصه للمشاهدين، الكلام عالي تمام من الصحه ان التلفزيون الاسكندريه محاصر، الكلام ده عالي تمام من الصحه، ودي من ضمن الاشاعات. طب دي اشاعه رهيبه. نعم. يعني كان النهارده المفروض القناه بقى تقفل، لانه الخبر وصل لي زي ما وصل لحضرتك، زي ما وصل للساده الضيوف اللي موجودين، الاخوه المذيعين اللي معانا، لما كل واحده او كل واحد سمع انه لا، ما انت مش هتنزل، مستحيل تنزل. يعني انا بدعو الشارع المصري للهدوء، وارجو انه احترام الكبير، وان احنا لما نقعد علشان نتكلم مع بعض حتى لو كنا احنا مختلفين، احنا مفتقدين لغه الحوار، ما فيش لغه حوار. لغه الكبير، احترام الكبير. يعني انا مش معقول هيبقى في حد اكبر مني سنا ومختلف معايا في الراي واقول له كلمه مش ظريفه. النهارده يعني احد اصدقائي اللي هم الثوار، يعني اسمه خالد رجب وخالد النجار، اصدقائي، نقلوا لي معلومه عشان انزل اشوفها على موضوع شباب جديد اسمه البلاك ده. البلاك بلوك ده مجموعه من الشباب لابسين اقنعه ونزلوا قطعوا الطريق على البحر، وعملوا زي ما يكون حاجه يعني مارشات عسكريه، وقالوا للناس اللي موجوده ما حدش يدعوا بينا خالص، اي حد هيخش يعمل اي حاجه معانا هنرد عليه بالعنف. ووقفوا الترميات في قائد ابراهيم، ما بقتش بتروح محطه الرمل. عددهم كبير يا استاذ مصطفى؟ حوالي 25 واحد لابسين اقنعه سوداء كبير يعني. بس بيعملوا حركات يبدو ان هم مدربين عليها. وبعدين ده في البلوك كايرو 1، بلوك أليكس 3، يعني الموضوع فيه تنظيم على مستوى مصر. وقالوا انه احنا هنرد بالعنف على الاخوان، يعني احنا هنرد بالعنف على الاخوان لو استعملوا العنف مع حمدين صباحي وكل اللي معاه والبرادة ما ينزلوش، عشان لو نزلوا هنضربهم. فوجئت ان هم من شويه اعلنوا مسؤوليتهم عن احتراق اخوان اونلاين او مكتب اخوان اونلاين. طيب انتوا يعني مش عارف، طب يعني انا مش عارف، الرئيس مرسي لا يملك معه السلطه التنفيذيه المتمثله في الشرطه، اللي يعني للاسف الشديد مش عارفه تاخد دورها، ولا بعد تغيير 3 وزراء داخليه مش عارف الشرطه تاخد دورها في الشارع. معهوش السلطه القضائيه اللي عملها مهرجان البراءه للجميع، ما معهوش السلطه التشريعيه بما ان مجلس الشعب مش موجود، ومجلس الشورى بيشرع في حدود امكانياته، فهو للاسف رئيس بلا صلاحيات.
تماما. فانا لما اجي الوم، انا بقول انه مقصر، وبقول برضو عشان نبقى احنا المشهد قدام المشاهد ما يبقاش حيران. الناس ماشيه ورا الكلام اللي بيتقال، والكلام اللي بيتقال في الاعلام يعني انت تدرك هذا جيدا. يعني هم بيشترطوا عليك انك تتكلم في حاجات ما قدروش يعملوا كده في القناه الخامسه ولا في قناه التلفزيون المصري. لا يشترط علينا احد. طبعا نتحدث ايه. نعم. يشترط عليك انت مع ولا ضد عشان ننزل اعلاناتي عندك. وبما ان الاعلامي اللي قاعد بيقبض فلوس من الاعلانات او عائد الاعلانات اللي هو بيجي للقناه، طبعا بيفرض الكلام، حتى اللي كان معه بيبقى ضد. وانت تعلم المتلونين جيدا. لكن دعني ان انا يعني بامانه كيف شديده، ترى المشهد، وكيف ترى الخروج من هذه الازمه وهذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات؟ الاول طول ما في ازمه ثقه موجوده ما بيننا، احنا لا يمكن تؤدي بنا الى طريق الحوار حتى، لان في ازمه ثقه ما بين الحزب الحاكم وهو حزب الاخوان. الرئيس مرسي، الدكتور مرسي، لازم يعرفوا ان اللي وافقوا عليه 51%، معنى كده ان في 49% مش موافقين. مش هيعرف يرضيهم كويس قوي، لكن لازم تكون القرارات مدروسه كويس قوي، ما يبقاش في رجعه في القرار اللي انت قلته، لازم تكون قويه، لازم تكون لهجه القرار قويه. لكن انا النهارده اقول قرار وبعد 4 ايام ناس تنزل تعرض على القرار فارجع في القرار، فده بيقول انه للاسف يعني بيبقى رئيس ضعيف. وانا يعني بقولها وانا خجلان لانه اكبر مني سنا، يعني انا من احترامي ليه بس. لكن احنا قبلنا بهذا الحكم وهنقعد 4 سنين. الرئيس مرسي حكم 7 شهور وقدامه 41 شهر. ال 41 شهر دول لو استمروا بالمنظر ده، مصر هي اللي خسرانه، مصر هي اللي هتخسر، ما فيش حد تاني. جبهة الإنقاذ الوطني ما تحملتش الأساتذة الكبار كلهم، لأن كل واحد فيهم عايز يبقى رئيس، كل يبحث عن مجد شخصي، كلهم نسيوا مصر. لو كل واحد فيهم افتكر مصر جواه بأمانة شديدة، احنا هنرجع أحسن ما كنا 100 مرة. أنا دائما يعني بدعو من خلال اللقاءات دايما بقول يا جماعة يعني نترك أي مشاكل، احنا مصريين يا ريت نحب بلدنا. لازم هو ده الوقت اللي فعلا كلنا نتكاتف عشان نقول هي دي بلدنا ونقف جنبها ونساعدها. بتفكرني حضرتك لو تفتكر كان في اغنيه ما تقولش ايه هديتنا مصر، طبعا الناظر. طبعا هو ده الوقت اللي ندي لمصر عشان تدينا بعد كده. ما هو يعني حتى لهجه الغناء اتغيرت. يعني حتى اللهجه لو بتحبوا البلد دي، يعني يقال ان لو دي من عمل الشيطان، فهو بيبدا لو بتحبوا البلد دي، يعني خلي بالكم بقى عليها واعملوا. واللي ماتوا ما حدش، ان كل واحد بيبحث عن مجد شخصي. وانا ارى ان كلنا مقصرون. يعني انا لا يعني ما برميش اللوم على فصيل بعينه. انت مقصر وانا مقصر وكل الناس في الشعب مقصرين والحكومه مقصره. فلازم يبقى في طريق واحد نسلكه جميعا علشان خاطر مصر. احنا كده بنغرق للاسف الشديد، ومفيش حاجه هتحمينا غير ربنا، هو اللي بدأ العمليه وهو ان شاء الله كريم. زي ما احنا بنقول طبعا، يعني مش عايز اقول دي اشاعات، هو بياكد انه على لسان نقيب الاطباء بيقول حالات كذا. وبرضه انا عايز اقول يعني يا ريت يعني اي مصدر بيبلغ عن، هو نقيب الاطباء ما يصدرش بيان ولا قرار. ما يقولش، لا ما يقولش. يعني نقيب الاطباء اعماله احيانا بتبقى اداريه، لكن ما يقدرش يصدر بيان يقول فيه عدد الموتى او عدد المصابين كام، لانه هيبقى اجراء غير دقيق. يعني هو مش من صفاته او من مهامه ان هو ينقل مثلا بيان عن حد. لكن يعني لما يكون في شيء اداري او احصائيات لما مضى او هو حضرتك كصحفي عندما تنقل الاخبار يعني بتنقلها بناء على ايه؟ اولا انا بحب ابقى في مكان الحادث اولا يعني، وعندي كتيبه يعني اسمها كتيبه الاعدام، ناس يعني بسم الله ما شاء الله. يمكن كنا بنتدارس الصحافه سوا، يعني لما تكون يعني رحمه الله مصطفى امين هو اللي كان بيقود الحركه، والاستاذ احمد رجب اطال الله في عمره بيكونوا بيقودوا هذا الفريق. فانت تعرف كويس قوي ان هم لما بيطلعوا خبر اكيد مظبوط بمصادره. يعني انا لما خدوني اخر مره لاني ما قلتش مين مصدر الخبر بتاعي، كنت في 2005 يعني ما قلتش مين مصدر الخبر اللي انا هقوله، وكنت بتحاكم بهذه التهمه الشريفه. يعني انا في وجهه نظري اتمنى يعني فعلا ان تكون الاخبار دقيقه بالفعل، حتى لا يعني تحدث بعض الاشاعات او بالبلة في يعني مش ناقصين يعني في ظل هذه الاحداث، مش ناقصين طبعا اي اخبار خاطئه
انا بشكرك لان زميلنا محمد شراوي مخرجنا عمال يقول لي بقى له 5 دقايق بيقول لي وقت الفقره انتهى. بشكر حضرتك ونورتنا النهارده، كنت اتمنى اقابلك في ظروف احسن من كده، لكن اتمنى الفتره القادمه ان تهدأ الامور، وما زلنا بنقول عندنا الامل وعندنا يعني التفاؤل ان مصر ان شاء الله هتكون بخير دائما. دعني أشكرك وأشكر الأستاذ محمد الشرقاوي وأشكر كل زملائنا الإعلاميين المحترمين في هذه القناة المحترمة. ويا رب السنة الجاية أكون معاكم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيب. شكرا ليك.